أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. ما تنسيش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا انا رحت السوق النهارده وجيت قلت ما اعمل لهم بقى محشي وكده، لازم يتظبطوا. ودي بقى اول حاجه عملتها هي الفراخ. لازم اتبل الفراخ عشان تقعد خاطر ساعتين في التلاجة قبل ما اشويها. وطبعا انا هشويها في الفرن مش هشويها على الفحم. زي ما انت شايفه انا قطعت الفرخه كذا حته عشان خاطر التتبيله تخش جواها. بعد ما بتبلها طبعا بحطها في التلاجة. يا جماعه عايزه اقول لكم ان التوم الفريش والبصل الفريش احلى بكتير من التوم البودر والبصل البودر. طب بيدي ريحه وطعم حلو قوي. طبعا انا شلت حبه خلطه كده في قاع الشفشه عشان خاطر ارشهم على المحشي بعد ما احشي. وشايفه بقى الكوسه الجميله اللي انا جبتها بتلمع ازاي، يا سلام عليها بجد تحفه. والبتنجانه طبعا. الحاجه دي صبح يا جماعه وشكلها يفتح النفس والله. على ما قبل ما اور الحاجات دي اصلا انا كنت روقت البيت. لازم اروق بيتي الاول واخلصه وبعد كده ابتدي ان انا اطبخ. قبل ما اور بقى جبت واحده كلامنتينا، كنت جايبه لهم كلامنتينا من السوق اللي هو شبه اليوسف ده. قلت اما اضرب لي واحده كده وانا قاعده عشان ايه يطر على قلبي. عشان اليوم طويل بجد والله. اليوم بتاع السوق دون بيبقى فعلا طويل. سوق بقى وترويق بيت وطبيخ انت فاهمه يعني بجد الوضع بيبقى سبحان الله يعني. يلا ربنا يعيننا يا رب. ده اللي نقدر نقوله. اهم حاجة ان المصريين اساسا معروفين باكلهم للمحشي. ان احنا فعلا بنحب اكل المحشي. اول الخلطة بتاعتي بقى زي ما اتعودتوا مني ان انا بحب احط البصل ني على قلب الخلطة. وبالنسبة للصلصة بتاعت المحشي انا كنت مسبكاها اصلا من بدري. نزلت بنصها وسبت نصها، يعني ما بنزلش بيها كلها مرة واحدة عشان ما تبقاش طرية. لو احتجتها بحطها، لو ما احتجتهاش خلاص بحطها عندي يا في الفريزر يا في طبق في التلاجة والدنيا ماشية. يعني ممكن اعمل بقى اي حاجة تانية. بس انا عايزه اقول لكم ان انا فضيتها لان اصلا كنت عامله شويه صلصه شويه صغيرين. شايفين بقى الفراخ بعد ما خلصت اهي دي مشويه في الفرن والله جميله وطعمها حلو قوي. وبرده المحشي بتاعي خلص الحمد لله. وبكده اكون خلصت الفيديو معاكم، وما تنسونيش التعليقات الجميله بتاعتكم ولا لايكات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو